السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ بداية هنصلي على سيدنا النبي زي ما احنا متعودين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونكمل مع بعض رحلتنا في الدرس التاني. هنا نتكلم على مفهوم جديد، تمام، على عكس الدرس الأولاني. فالدرس اللي معانا أنا بتكلم على المغناطيسية والجاذبية. فبيقول لي هنا في سؤال: فكر، تعد الجاذبية والمغناطيسية نوعا من أنواع القوى ولا المواد؟ قلنا المواد طبعا هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، والقوة هو ايه اللي بيأثر في المواد. فعندي الجاذبية بتؤثر في جميع المواد، وكذلك المغناطيسية بتأثر في المواد. يبقى تعتبر قوة مادة ولا قوة؟ لا، تعتبر أول حاجة ايه؟ قوة. السؤال التاني بيقول لي ايه: تعتبر الجاذبية قوة الأجسام في اتجاه مركز الأرض، قوة دفع ولا قوة سحب؟ الجاذبية بتعمل ايه؟ اللي بتسحب جميع الأجسام نحو مركز الأرض، فمش دفع. تمام، سحب يعني سحب الأشياء تجاهك أنت. تمام، تجاهك يعني إيه؟ يعني عندي الشخص، تمام، واقف هنا كده، فسحب الأشياء تجاهه. تمام، إنما دفع الأشياء بعيدا عنه. تمام. فبنيجي هنا يقول لي إيه: تعتبر الجاذبية والمغناطيسية إيه؟ اللي من القوة التي تؤثر علينا يوميا. طب الجاذبية وعارفينها تؤثر على جميع الأجسام، أي مادة أي شيء موجود في الكرة الأرضية الجاذبية بتؤثر عليها، لأن هي أساس ثبات واستقرار الأجسام على الأرض بفعل قوة الجاذبية. تمام. طب المغناطيسية دي بتأثر علينا يوميا إزاي؟ المغناطيس أصلا هو بيجذب المعادن نحو. يعني إيه؟ يعني عند المغناطيس زي المغناطيس اللي هو بيجذب بيه إيه؟ المسامير الحديد، أي حاجة حديد، أي حاجة معدنية، المغناطيس إحنا بنستخدمه فيه. فهنا بقول يظهر تأثير هاتين القوتين دون الحاجة إلى التلامس المباشر. يعني إيه؟ يعني بمثلها برجل المظلات. رجل هو المظلات اللي هو بيقفز من الطائرة مثلا. تمام. طب هو بينزل لتحت ليه؟ يعني هو ما بيقفز ليه ما بيطلعش فوق؟ قال لي هو بينزل لتحت تحت تأثير الجاذبية. تمام. يبقى في تلامس بين رجل المظلات والأرض؟ لا، ما فيش تلامس، ده الجاذبية بتأثر عليه دون الحاجة للتلامس كمان. هو ممكن يكون في تلامس طبعا، بس دون الحاجة، يعني مش محتاج تلامس. طب والمغناطيسية؟ قال لك المغناطيسية نفس الكلام. يعني أنا عايز بدور على مسمار حديد، تمام، أو بدور على أي قطع حديد في جشة رز، ايه اللي بيحصل؟ قال لي المغناطيس هيسحب المسمار من جش الرز، ولا لازم انا احط المغناطيس جنب المسمار على طول؟ ما انا مش عارفه فين، هدور عليه وهو هيروح ايه؟ لاقط على طول المسمار. يبقى دون الحاجه لايه؟ للتلامس. فبيجي يقول لي هنا آلية عمل الجاذبية. الجاذبية دي شغالة ازاي؟ تمام، وهي يعني بتعمل ايه اصلا؟ فقال لي الجاذبية ده تعريف، خليك معايا. جاذبية ده تعريف، قال لي هي قوة غير مرئية، يعني قوة انا ما بشوفهاش اصلا، قوة أنا ما بشوفهاش، تمام، ولكن أقدر إن أنا ألاحظها تحت تأثير إيه؟ تحت تأثيرها، ممكن ألاحظها تأثيرها، فهي تؤثر على كل الأجسام. يعني قال لي إن الجاذبية ديت بتؤثر على جميع الأجسام الموجودة. زي الراجل اللي قدامك دوت، الراجل اللي قدامك ده ماسك كورة بيرفعها فوق، وهتطلع فوق، وبعد كده هتنزل. تمام. تمام. طب هي أثرت على الكرة؟ طب ما أثر على الإنسان نفسه طبعا، لأن هي اللي مثبتة الشخص اللي قدامي، اللي مخليه واقف ثابت على حيله. طب في الفضاء، رجل الفضاء، الراجل اللي هو في الفضاء، اللي هو في المركبة الفضائية، لو بصيت عليه هتلاقيه طاير، لأن مفيش جاذبية. تمام. فهي بتأثر على جميع الأجسام طبعا. فقال لي تجذب الأرض جميع الأجسام الموجودة على سطحها. يبقى الأرض بتجذب جميع الأجسام الموجودة على سطحها، ولو بالقرب من أو بالقرب منها باتجاه مركز الأرض. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا عندي هنا، يعني إيه؟ يعني أنا عندي كرة أرضية، وليكن ديت الأرض، الدايرة دي الأرض، تمام، وده المركز، وده البيت، تمام، وفي هنا كمان بيت، تمام، وهنا كمان قال لي ده نصف قطر الأرض. فقال لي هنا الأرض ده بتجذب البيت، لأن أصلا الأرض مش مسطحة، لأن إحنا عندنا مثلا الشمس، تمام، الشمس بتكون عندنا في النص الأولاني
وبعد كده الأرض بتمشي لغاية لما توصل هنا بتنور الجزء التحتاني، وهكذا تيجي هنا الشمس نفس الكلام بتنور الجزء دوت، فالأرض بيضاوية الشكل. تمام ماشي. يبقى معنى كده إن الأرض بتجذب البيت دهوت إيه؟ اللي بتجذب البيت نحو المركز، بتجذب البيت نحو المركز، وجميع الأشياء اللي هي تقع عليها ديت تجذبها نحو إيه؟ المركز. تمام، بدليل إن كل الأشياء ثابتة وأنت قاعد مكانك. تمام؟ تمام. نفس الكلام هنا بيقولك يعني عندما تقفز كرة في الهواء فإنها سوف إيه؟ تعود مرة أخرى باتجاه بالفعل إيه؟ تأثير قوة الجاذبية. فبيجي يعرف لي هنا بيقول لي عرف الجاذبية الأرضية، فقال لي هي القوة التي تسحب إيه؟ تسحب مين؟ قال لي الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض. الكرة الأرضية هيت والمركز هنا كده، فهي بتسحب البيت ده لتحت والبيت ده لتحت وهكذا. تمام. فقال لي إيه العوامل المؤثرة على إيه؟ العوامل المؤثرة على قوة الجاذبية. إيه هي العوامل اللي هي بتتحكم في قوة الجاذبية؟ سواء بالزيادة أو النقصان. قال لي تتوقف قوة الجاذبية على عاملين مهمين. أول عامل قال لي الكتلة، تاني عامل قال لي المسافة. طب أفهم من كده إيه يعني كتلة أصلا ويعني مسافة؟ قال لي كتلة يعني وزن. تمام، كتلة يعني وزن. تمام. طب ايه اللي بيحصل؟ قال لي كلما زادت الكتلة زادت الجاذبية. يعني الكتلة بتاعتي لو زادت الجاذبية هتزيد، يعني وزني لو زاد الجاذبية بتاعتي هتزيد. ازاي يا مستر؟ عندك العجلة اللي انت بتركبها وانت ماشي رايح الدرس ولا اي حاجة. تمام، تقدر تشيلها؟ اه اقدر اشيلها يا مستر. طب الموتوسيكل اللي هي المكنة تقدر تشيلها؟ لا ما اقدرش اشيلها. ليه؟ هتقولي لان وزن المكنة الموتوسيكل اكبر من وزن العجلة. تمام. تمام. نفس الكلام، بكلما زادت الكتلة زادت الجاذبية. تيجي هنا عند ايه؟ عند المسافة. قال لي كلما زادت المسافة، لما المسافة تزيد كلما قلت الجاذبية. بمعنى يا مستر، فأنا بمثل المسافة والجاذبية زي الصاروخ. شفت الصاروخ وهو طالع ايه اللي بيحصل له؟ قال لي ان الصاروخ بيفقد كمية طاقة هائلة جدا. حتى لو بصيت الصاروخ وهو طالع هتلاقي كمية نار شديدة جدا في الأول. ليه؟ لأن المسافة بينه وبين الجاذبية مفيش، فهو بيطلع لازق، قوة الجاذبية شديدة جدا. تمام. وهو طالع كلما زادت المسافة بتزيد، فايه الجاذبية بتقل، فتلاقي النار بتاعته بتبدأ تهدى تهدى تهدى. تمام، وهكذا. عشان كده كلما زادت المسافة قلت الجاذبية. كمل يا صديقي. بقول لك هنا آلية عمل القوة المغناطيسية. آلية عمل القوة المغناطيسية بمعنى، قال لي هنا المغناطيسية قوة غير مرئية طبعا ما بتشوفهاش، ولكن احنا بنشوف التأثير بتاعها. تمام. فبيقول لي هنا ايه؟ يجذب المغناطيس مواد معينة باتجاهه تسمى المواد المغناطيسية. بمعنى ان المغناطيس المواد اللي هو هيتم جذبه تسمى مواد مغناطيسية. يعني ايه؟ انا هجيب مغناطيس معين واحط بقى معاها مسامير مع دبابيس مع ورق مع بلاستيك وهكذا. تمام. المواد اللي انا هجرب المغناطيس منها وهتنجذب اليه دي هسميها مواد مغناطيسية. قال لي بينما لا يجذب مواد أخرى، يعني المواد التي لا يجذبها تسمى إيه؟ قال لي تسمى مواد غير مغناطيسية. زي مين؟ قال لي زي البلاستيك. تمام. تعتبر المغناطيسية قوة تجاذب أو تنافر. ركز معايا في الحتة دي لأن الحتة دي مهمة جدا. تعتبر القوة المغناطيسية قوة تجاذب أو تنافر دون حدوث تلامس مباشر. تمام. يعني أنت عندك هنا المغناطيسية تجاذب وتنافر، إنما الجاذبية تجاذب فقط لأنها سحب وليس تنافر. تمام. فبقول لي هنا إيه بقى؟ قد يتجاذب البعض اللي هو المغناطيس وقد يتنافر. عندك تجاذب وعندك تنافر. طب إيه بقى؟ اللي يحدث عند اقتراب الأقطاب المختلفة معا. بمعنى إيه؟ عندك هنا إيه؟ سورس مع نورس. يعني إيه؟ قطب شمال هنا وهنا جنوب. تمام. يعني هنا مثلا عندك الازرق مع الاحمر مختلفين هيحدث تجاذب. تمام. بمعنى ايه؟ ان عندك الاس ده اهو موجب وده سالب، ده سالب وده موجب، فايه؟ ففي قطبين قصاد بعض هيحدث بينهم تجاذب عشان هما مختلفين. تمام. طب وهنا في التنافر قال لي يحدث عند اقتراب ايه؟ قال لي عند اقتراب الاقطاب المتشابهه معا.
انا عندك احمر اهو اللي احنا قلنا عليه سالب مع سالب، ده موجب وده موجب، هيحدث تنافر، يعني ايه الاتنين هيبعدوا عن بعض، هيطفشوا بعض كده. تمام تمام. فبيجي يقول لي تاني المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي فقال لي تظهر اثار قوة المغناطيس تمام في منطقة او حيز حوله يسمى المجال المغناطيسي. مش فاهم يعني ايه يا مستر؟ صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. قال لك ان انت هنا عندك ايه، وليكن دوت مغناطيس، تمام، وليكن ده مغناطيس، تمام، وهنا وليكن قطعة معدنية يعني وليكن حديد، تمام، وده مغناطيس. ايه ده ايه اللي بيحصل؟ قال لي المجال المغناطيسي هو المنطقة اللي هي ما بين المغناطيس ديت والمسمار. يعني قال لي ده الحيز او المنطقة اللي هي تظهر فيه اثار المغناطيس. بمعنى ايه؟ انا عندي قطعة الحديد ديت هبتدي اجرب منها المغناطيس واحدة 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 واحدة. ايه اللي هيحصل؟ ساعة ما يبتدي المسمار ده او قطعة الحديد ده تتحرك كده مكانها كده اهو، وهتبتدي ان هي تنشد او تنجذب للمغناطيس، ساعتها هقول ان ديت اسمها ايه؟ منطقة المجال المغناطيسي. تمام. فبيعرف لي يقول لي المجال المغناطيسي ايه هو؟ هنقول له المجال المغناطيسي دوت اللي حيز حول المغناطيس، يعني حيز موجود هنا كده. تمام. طب ايه اللي بيحصل؟ قال لي تظهر فيه اثار القوة المغناطيسية، يعني بحس بانجذاب المسمار او قطعة الحديد اليه المغناطيسي. فقال لي لا يمكن رؤية المجال المغناطيسي، انا ما اقدرش اشوفه، ولكن اقدر ان انا اشوف التأثير بتاعه. صح، احنا قلنا القوة المغناطيسية لا يمكن ان ترى ولكن يظهر تأثيرها في المواد. تمام. قال لي مثال عند تقريب ايه مغناطيس من بردة الحديد، يعني قطع حديد صغيرة كده. تمام تمام. قال تلاحظ تكون نمط او شكل محدد لبرودة الحديد، ويعرف ذلك بايه؟ قال لي مخطط المجال المغناطيسي. ايه هو بقى تعريف المجال المغناطيسي؟ قال لي النمط الذي ايه؟ النمط الذي تشغله او تشكله برودة الحديد بالقرب من المغناطيس. طب يعني ايه يا مستر مش فاهمين الحتة دي؟ ركز معايا. قال لي انت عندك هنا يا باشا المغناطيس هو قصاد منك اهو. تمام. قال لي المخطط اللي بيحصل، قال لي ان انا عندي هنا برادة هنا برادة هنا برادة هنا برادة. قال لي ان البرادات الكتيرة دي بتاعت الحديد قال لي بتتشكل كده، يعني بتلاقيها في ايه؟ في خيوط كده حوالين ايه؟ المغناطيس. قال لي ده مخطط، يعني ايه؟ يعني برادة الحديد يعني عامله زي نظام نشارة خشب بس هي نشارة حديد. قال لي لما تنجذب للمغناطيس بتلاقيها حول المغناطيس عامله كده، تمام، منتشرة كده حول المغناطيس وعليه بسبب قوة التجاذب. هو ده اسمه مخطط المجال المغناطيسي، فهو النمط الذي تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس. أرجو تكون الأمور واضحة. فقال لي أوجه التشابه والاختلاف بين مين؟ بين الجاذبية والمغناطيس. ده وجه مقارنة شديد جدا، لازم تكون انت ايه واخد بالك منه وعارفه. ايه هو يا مستر؟ صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. هيقول لك قارن بين ايه؟ الجاذبية والمغناطيسية من حيث التشابه او الاختلاف. فانت عندك 3 تشابه و2 اختلاف، ألا وهم أول حاجة التشابه بين الاتنين، قال لك إن هما الاتنين قوتان غير مرئيتان ما بتشافوش. تاني حاجة تجذب كل منهما الأجسام، طبعا الجاذبية تجذب جميع الأجسام، إنما القوة المغناطيسية تجذب المواد المغناطيسية فقط، فكلتاهما يسحب الأجسام. كلتاهما لا تحتاج إلى التلامس، هما الاتنين مش لازم إن أنت تجرب المغناطيس من المسمار على طول، لا يكفي إن أنت تجربه بس وتسيب مسافة ما بينهم فينجذب إلى المغناطيس. والجاذبية مش لازم تكون في مسافة، بدليل إن أنت إيه رجل المظلات مفيش مسافة بينه وبين الأرض فبينزل على الأرض. تمام؟ ماشي. أوجه الاختلاف بقى، قال لك الاختلاف دوت إن قوة الجاذبية تمثل قوة جذب فقط يعني سحب، إنما المغناطيسية سحب ودفع. سحب لما يكون القطبين اسمه القطبين غير متشابهين، يعني واحد موجب وواحد سالب فيحصل تجاذب، إنما تنافر القطبين شبه بعض، واحد موجب والتاني موجب. تمام ماشي. تاني حاجة لتعمل الجاذبية على جذب كل المواد، يعني قوة الجاذبية بتجذب جميع المواد سواء بلاستيك ألمونيوم كورة مطاط، تمام، وهكذا. ليه؟ لأن تعمل على التثبيت الأجسام على الأرض. تمام. وبعد كده قال لي بعد كده بينما
تجذب المغناطيسية مواد محددة، يعني القوة المغناطيسية تجذب مواد معدنية محددة زي الحديد، تمام. إنما ولا تجذب البلاستيك والألمنيوم والكلام ده، تمام. هنا يا صديقي بيقول لي إيه البحث العلمي، هل تنجذب؟ يعني هو بيقول لك انت يا باشا صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام، شوف المواد اللي قدامك هتنجذب ولا لا تنجذب، ايه هي المواد المغناطيسيه وايه هي المواد الغير مغناطيسيه. فبعرفك هنا بيقول لك في سؤال فكر، اي من المواد التاليه تنجذب الى المغناطيس؟ خشب ولا مسمار؟ لا مسمار. تمام. طب ايه هو تأثير المغناطيس على بعض المواد؟ قال لك ان انت هتعرف الكلام دوت ان في تأثير المغناطيس على المواد المختلفه وتأثير حجم المغناطيس على قوته. احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي هنتكلم عن اول بند ده في اول التجربه اللي تحت دي، تمام. فبيجي يتكلم بيقول لي ايه بقى، بيعرفك هنا بيقول لك ان الادوات اللي انت محتاجها مغناطيس باحجام مختلفه، تجيب كذا مغناطيس، واحد صغير وواحد اكبر وواحد اكبر، تمام. بعد كده دبابيس من الصلب، هتجيب دبابيس اللي هي بتاعه الخشب، مشابك ورقيه، المشابك اللي هي ايه بتاعه الدبابيس الكراريس، مسامير من الصلب او الحديد، ورق مقوى ونحاس ورقائق الومنيوم وقطع بلاستيك ومسطره. ده اللي احنا هنحتاجه في التجربتين. فقول لي في التجربه ديت ايه اللي هيحصل؟ قال لي اجمع المواد التي ستختبرها. هتجمعهم يا باشا، ماشي. قرب المغناطيس من كل مادة لمعرفة ما إذا كانت تنجذب المغناطيس أم لا. يعني أنت هتجيب جميع المواد اللي إحنا قلنا عليها، ورق، نحاس، ألمنيوم، حديد، دبابيس، الكلام دوت، وهتعمل إيه؟ هتحطهم كلهم في بعض خلطة بيضة بالصلصة. بعد كده إيه؟ هتجرب منهم المغناطيس. إيه المواد اللي هتنجذب؟ هنقول عليها مواد مغناطيسية، والمواد التي لا تنجذب هنقول عليها مواد غير مغناطيسية. كرر الخطوة السابقة مع باقي المواد، تمام. ده كل الكلام، او بمعنى اصح ان هو عايز يقول لك مش تحطهم كلهم خلطه بيضه بالصلصه، لا انت هتحط كل ماده على حده وتجرب منها المغناطيس. لو الماده انجذبت يبقى ايه ده مواد مغناطيسيه، مش انجذبت يبقى ايه يبقى مواد غير مغناطيسيه. فهنا بقول لك ايه، فكر في العامل المشترك بين المواد التي تنجذب المغناطيس. فبقول لك الملاحظه اللي انت هتلاحظها ان المغناطيس بيجذب كل من دبابيس الصلب والمشابك الورقيه، والناس تقول مشابك ورقيه يعني ورق، لا مشابك ورقيه اللي هي دبابيس، تمام، ماشي. وبعد كده مسامير الصلب والحديد. لا ينجذب كل من الورق والنحاس والالومنيوم والبلاستيك، تمام. مش قالك المواد التي تنجذب الى المغناطيس مواد معدنيه، يعني جميع المواد التي تنجذب للمغناطيس هي مواد معدنيه. فيجي يقول في استنتاج حبيبك، الاستنتاج بتاعك بيقول لك ايه، بعض المواد التي تنجذب الى المغناطيس تسمى مواد مغناطيسيه، وبعض المواد لا تنجذب تسمى مواد غير مغناطيسيه. يبقى اجي اقول لك عرف المواد المغناطيسيه، يقول لي هي المواد التي تنجذب للمغناطيس، تمام، ماشي. فهنا بقول لي بقى مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي إيه بقى؟ ألا وهي يقول لك جميع المواد، اسمع، جميع المواد المغناطيسية هي مواد معدنية، يعني أي مادة هتنجذب للمغناطيس هي مادة معدنية، تمام. طب وليس كل المواد المعدنية تنجذب للمغناطيس، ليه؟ عندك النحاس مواد معدنية، تمام، عندك الألمنيوم مواد معدنية بس لا تنجذب للمغناطيس، تمام. فبيقول لك في الجدول اللي قصاد منك هنا عندك مواد مغناطيسيه ومواد غير مغناطيسيه، هتقارن بين الاثنين. اول حاجه التعريف، يبقى المواد المغناطيسيه هي مواد تنجذب للمغناطيس، سهله يا باشا. مواد غير مغناطيسيه مواد لا تنجذب للمغناطيس. طب ايه بقى قال لي مثل مين؟ قال لك هنا حديد، نيكل، الكوبالت، تمام. تاني حاجه قال لي هنا نحاس، ألمنيوم، خشب، بلاستيك، وورق، تمام. التجربة التانية يا صديقي بيقول لي تأثير حجم المغناطيس على القوات المغناطيسية. هنا هيبدأ يقول لك ايه، يقول لك يا باشا شوف المغناطيس حجمه. احنا قلنا في البداية هنجيب مغناطيس ذات أحجام مختلفة، واحد صغير وواحد أكبر، تمام. قال لي هنا أول حاجة إن احنا هنستخدم المواد المغناطيسية فقط والمسطرة والمغناطيسيات ذات الأحجام المختلفة. يعني احنا هنستخدم المسطرة والمغناطيسيات ذات الأحجام المختلفة. بعد كده ايه، قرب جسما بالقرب من ايه حرف المسطرة عند زيرو. يعني انت هتحط المسطرة عندك هنا عند زيرو، وليكن الجسم اللي عندك ده هيكون عند زيرو هنا، تمام. بعد كده ايه، قال لك سجل المسافة التي يبدأ عندها الجسم في التجاذب نحو المغناطيس. بمعنى ايه يا صديقي؟ صلي بنا على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لك ان انت ايه، اول حاجة هتجيب ايه، وليكن ده مغناطيس صغير،
تمام، ده صغير. تمام، وهتجيب مادة معدنية وليكن مسمار هتحطه هنا. تمام، ايه اللي بيحصل؟ قال لك المغناطيس ده هتبدأ يتقرب سنة سنة، تحركه باتجاه المسمار لغاية لما ايه تحس ان المسمار اللي قصاد منك ده اهو ابتدى يتحرك هينجذب للمغناطيس. تمام، يعني ايه انت بديت تتقرب جيته هنا، المغناطيس ده جبته هنا على 12، هنا جربت هنا هوب لقيته هنا كده المسمار هينجذب. بس سجل القراءة دي، شوف هينجذب عند مسافة كام. تمام، نشوف هينجذب عندي مسافة كام. ده أول واحد. تمام، بعد كده قال لي يا باشا أنت هتجيب مغناطيس كبير وتحط برضو نفس المسمار هنا. تمام، تبتدي تجرب يا باشا الايه المغناطيس ايه قصاد البتاع دوت. تمام، انت هتتجرب هنا لسه مش انجذب، اتجرب هنا. تمام، هتلاقي المسمار ابتدى يتحرك، هتسجل المسافة. تمام، يعني المسافة وليكن أول حاجة مع الصغير انجذب عندي وليكن مثلا 10 سنتي، يعني وليكن مثلا المغناطيس الصغير انجذب عندي مين؟ عندي 10 سنتي، عندي 10 ايه؟ سنتي. تمام، طب والكبير دوت قال لك عندي 15 سنتي. تمام، طب ايه اللي بيحصل؟ قال لي بعد كده يا باشا انت هتحذف دوت وتحط نفس المغناطيس كمان بس اكبر، هتلاقيه انجذب مثلا مسمار على كام؟ قال لي على 20 سنتي. نلاحظ ايه قبل ما نبص على اي حاجه؟ قال لك ان انت قبل ما تبص على اول حاجه هتلاقي ان المسافه زادت، يعني قوه المغناطيس بتزيد فتجذب المسمار على بعد كبير، مش مضطر ان انا اجرب المغناطيس زي ما جربته في المغناطيس الصغير. تمام، فبيجي يقول لي هنا ايه؟ بيجي يقول لك هنا ايه؟ ان انت عندك هنا ينجذب المغناطيس كل جسم عند مسافة معينة، يعني كل جسم هينجذب عند مسافة معينة. المغناطيس الأكبر حجما له قوة مغناطيسية أكبر ويجذب المواد على مسافة أبعد. لو ركزت إن أكبر واحد إحنا خليناه 20، ليه؟ على مسافة أبعد، إن القوة بتاعته كبرت وزادت. يجي يقول هنا الاستنتاج بتاعك إيه؟ الاستنتاج إن تختلف قوة جذب المغناطيس للمواد من جسم لآخر. قوة الجذب تختلف من جسم لآخر حسب الحجم. يعني إيه؟ يعني زي ما أنت مثلا الصغير، أنت أخوك الصغير مثلا بشبهها بأخوك الصغير. تمام، يقدر يشيل مين؟ يقدر يشيل مثلا كرسي مثلا، مثلا يقدر يشيل كرسي. طب أخوك الصغير يقدر يشيل أنبوبة بتاعت البوتاجاز؟ لا ما يقدرش، بس أنت تقدر تشيل، أنت كبير تقدر تشيل إيه؟ الأنبوبة. فأنت حجمك كبير فعشان كده إيه؟ هتشيل حاجة أتقل. كذلك حجم المغناطيس كبير هيجذب المواد المغناطيسية على ايه؟ على مسافة أبعد. فتزداد قوة المغناطيس بزيادة نقط. بزيادة مين؟ بزيادة حجمه. فقال المغناطيس الأكبر حجما والمصنوع من نفس المادة، مش مادة مختلفة، هو نفس المغناطيس وله نفس حجم شكل المغناطيس الأصغر منه يكون له قوة جذب أكبر. أرجو الأمور تكون واضحة.